امم تمام. ومين بعتها؟ ارجع كده من اول. انا عايزك تجيب حتى من اول ما انت دخلت الحساب التجريبي يا محمد. يعني اعمل عودة حاضر. للحساب تمام، هنا التداول فتحنا. العادي. ايوه. اوكي. وابدأ اشرح بقى هنا دخولك فتحنا كده المنصه ايه. عادي. عايزك تشرح كده دخولك للحساب التجريبي. تمام، هنا فتحنا المنصه عادي، وبختار حساب التداول الوهمي ديت. في ناس كتير مش هيبقى عندها التداول الوهمي، هنا بتضغط على كلمه المزيد ديت، وهتلاقيها هنا في الايقونات ديت، وممكن تثبتها فوق في السطر اللي فوق دوت. ما انت اشرحها، انت لقيتها فين يا محمد وثبتها ازاي؟ عشان ده فيديو المفروض ان هو متسجل كده، يبقى موجود للناس يعني. تمام. من اول تاني. مم. كده فتحنا المنصه بالشكل الطبيعي جدا. اول ما نفتح المنصه هنلاقيها بالطريقه دي بقى. التداول الوهمي مش هيكون موجود هنا فوق، هنضغط على كلمه المزيد اللي هي على الشمال ديت، دوست عليها انا كده. تمام. بعد كده هنلاقي الايقونات هنا كلها، هندور على التداول الوهمي، هنحطها في السطر اللي فوق. هنا في مربع فوق اهو، اللي هي خدمات الصفحه الرئيسيه الحاليه، فيها تحتها سطر كده فيه ايقونات اللي هو الاختصارات. هندوس على المربع اللي على الشمال ده. هنا في الاماكن اللي نقدر نختار منها، يعني ايه دي الايقونات، في كلمه علامه زائد عند كل ايقونه. يعني مثلا مركز المهام اهو، هدوس عليه كلمه علامه زائد، هيطلع لي فوق اهو. مم. تمام، وادوس فوق بعد كده تم على الشمال، نزلت اهو فوق كده في الصفحه الرئيسيه دي كده. تمام. تمام، اوكي. تمام. كده احنا وصلنا فوق اهو للخدمات الرئيسيه اهو. نرجع تاني هنلاقي حتى تداول الوهم موجود هنا، وضحت اهي. تمام. مم. ماشي، ندخل بقى على التداول الوهمي. هو كده شرح لك بس ازاي ان هو بيقدر يعمل اهداف متعدده في باينانس. تمام كده فتحت معانا جدا. من فوق هنا اللي هو الصفقه بتاعت الايثيريوم قصاد الدولار من هنا. تمام، هنا بنختار العمله اللي احنا هنتداول عليها. تمام. بعد كده بنختار بيع ولا شراء. الطلب الحدي دي اللي هي الاوامر المعلقه زي السيل ليميت والباي ليميت كده عندنا. بنختار بعد كده السعر، وهنا بنحط المبلغ اللي هنتداول بيه في الصفقه. تمام. بعد كده هنا بنختار التيك بروفيت والستوب لوس. ماشي، فهنا بعمل ايه بقى؟ هنا بدخل على الستوب لوس بس الاول وبحدده. الصفقه بتتفتح معايا. بعد ما بتتفتح بدخل على كلمه الصفقات، هلاقي الصفقه موجوده هنا. بعد كده بدخل على كلمه ايقاف الارباح والخسائر تحت اهي اللي في النص. وهنا بقى نبدا نحط الخطط بتاعتنا. هنيجي هنا عند كلمه سعر التنفيذ الاولانيه اللي فوق، هنحط مثلا تيك بروفيت الاول. تمام. ونيجي بعد كده نختار النسبة اللي لما يوصل عندها السعر دوت نقفل نسبة كام في المية من المبلغ اللي احنا دخلنا بيه الصفقة. يعني مثلا أنا الصفقة اللي كانت شغالة دي أنا يعني بدأتها ب 1000. سعر التنفيذ زي محمد تقصد، ده اللي يعتبر الهدف اللي هو بيحطه، صح كده؟ سعر التنفيذ ده أول هدف. ده الهدف النسبة اللي تحت ده اللي هي الهدف اللي 25. ده هات يعني مثلا تاني، اضغط تاني على ايقاف الارباح والخساره. اتفضل. دلوقتي في فكره سعر التنفيذ ده، المفروض ان انت بتكتب فيه الهدف اللي المفروض اللي السعر توصله تقفل، صح؟ بالظبط كده. حلو جدا. سواء بقى بعد كان كده الأول أو التاني أو التالت. ال 25 وال 50 دي حاجه اشبه، عامله زي الاغلاق الجزئي كده في بالظبط كده. الفوركس. هنغلق جزء بنسبة كام في المية بقى؟ امم ممكن معانا من 25 و50 و75 و100%. تمام. انا تمام، بتناقش معاك بس فمثلا كده في الفيديو، بحيث تمام عشان لما الناس فاهم. تسمع الفيديو تبقى فاهمه إن النقاش راح فين او هيعملوا ايه. تمام. اوكي. يعني مثلا الصفقة اللي شغالة لو بصينا هنا على كلمة الحجم تحت نسبة الربح اللي على اليمين اللي هي 46 سنت دي، امم هنلاقي الحجم 251.
دي كانت 1000. مم. فأنا لما نفذتها كنت دخلت على الصفقة من هنا، وكنت كتبت الهدف الأول، التيك بروفيت الأول، وكنت محدد 50% إن هي تقفل الصفقة عند إغلاق جزئي بنسبة 50% من الصفقة لما توصل أول هدف اللي هو التيك بروفيت الأول، واتحققت فعلا واتقفل. بعد كده حطيت الهدف الثاني وعملت له 25% واتحقق واتقفل. الهدف الثالث اللي هي ال 25% اللي باقية من ال 1000 اللي هي ال 250 اللي احنا شفناها ديت، اللي هي وطبعا هنا. ده كله يا محمد تقدر تعمله مرة واحدة، مش لازم توصل لهدف وبعد كده تبدأ تعمل لا لا لا، من اول مره على طول، هي مره واحده ونسيب التليفون خلاص. مم. تمام، يعني مثلا الصفقه ديت اهي، في مثلا برضه عشان لو حبينا نعرف الارباح والخسائر، جنب كلمه الصفقات على الشمال في وطبعا مربع وعايزها شكل ورقه اهي. وطبعا لو انت عملت في الاول اغلاق جزء مثلا ال 25%، وجيت تعمل بعد كده اغلاق جزء ال 50%، هو عامل لك 50% على السعر الموجود دلوقتي، على الفلوس الموجودة بالظبط. دلوقتي. لو عملت بعدها هيبقى ال 50% على المتبقي، هو دايما بيعمل امم النسبه على المتبقي. تمام. تمام. فحتى كلمه الصفقات هي على الشمال في شكل ورقه، هندوس امم عليها اهي. نيجي هنا في الاخر نختار سجل المعاملات، اخر واحده على الشمال. بعد كده عند النوع كلمة الكل اللي بندوس عليها، وبنختار الأرباح والخسائر. تمام. هنا بيبان لك آخر الصفقات الأرباح والخسائر بتاعتها قد إيه. يعني هنشوف مثلا آخر اتنين ديت اللي هي بتاعت الإثريوم. هي أول واحدة أهي اللي هي كسبانة دولار و40 سنت، دي اللي كانت 50%. امم اللي بعدها دي اللي كانت 25%. امم تمام. بص يا شباب، برضه عشان تكونوا فاهمين، دي حاجة كويسة جدا، ان فكرة ان محمد لما اتعلم حاجة ان هو ما عادش عليها. يعني الراجل هو اتعلم حاجة وفضل يدور. دي اللي دايما بنتكلم فيها، انك انت اتعلمت حاجة روح دور، وخد بالك لو خدت بالك وعمل حاجة، هو ادالك صراحة دخل على بيقطع حساب بس. الوهمي. يعني دخل على حساب اللي هو زي الديمو كده على باينانس، وبيشتغل عليه وبيجرب عليه. انت كمان لازم تكون انت بتعمل كده. يعني بلاش الناس اللي بلاقي ناس يقول لك لا اصلا انا ما بشتغلش غير على حساب الحقيقي. لا، حسابك الحقيقي ده معناه ان انت هتدفع من جيبك سيادتك. اوكي. فجرب في حاجة ببلاش احسن. ما بلاش ايه العنجهية تاخدك في ان لا وتفتح لي صدرك قوي كده. هتاخد برد على طول. يعني اول ما تفتح صدرك مع الحساب هتاخد برد يهدك يعني. فبلاش، الله يرضى عليك، واشتغل على حسابك الديم وروح جرب، سواء ام تي 4 سواء باينانس. هو مدي لك الحسابات اللي انت هتبدأ تجرب عليها. تمام. كمل يا محمد معايا. تمام. فهي دلوقتي اهي الصفقة دلوقتي اللي شغالة دلوقتي اللي موجود فيها عند كلمة الحجم 251 دولار. دي اللي هي ال 25% اللي باقية من ال 1000 اللي أنا دخلت بيها في الأساس. بس كده، هي دي الفكرة. وعلى اليمين طبعا دي اللي هي الطلبات المفتوحة اللي هي دي، اللي هي وقف الخسارة والتيك بروفيت، ستوب لوس والتيك بروفيت، بتبان هنا في كلمة الطلبات المفتوحة دي. تمام جدا. دي طبعا كل الشكر للأستاذ حسام، هو اللي علمني كل الكلام ده في الأساس على باينانس طبعا. فحابب أوجه له الشكر على الجروب كله. كويس جدا جدا. طيب شباب، في اي حد عنده سؤال في الجزئية دي؟ مش فاهم السؤال يا كرولوس. كرولوس حسام او محمد رضا، عشان مش فاهم السؤال. هو بيقول يعني ايه اكتب المبلغ اللي عاوز اتداول عليه؟ لا، في ندي اغلاق الصفقه يعني يا كرولوس. لو في اغلاق الصفحه لو انت بتكتب الهدف، زي ما بتحط الهدف كده يا كرولوس. يعني انا عايز احط الهدف مثلا في اليورو دولار عند 1.0 مثلا 450. هو ده الرقم اللي انت بتكتبه، ده الهدف بتاعك. يعني ده الرقم اللي الهدف اللي انت عايز تعمله. ده اجابه سؤالك كده واضحه، ولا او ده اللي انت تقصده، ولا تقصد حاجه تانية؟ هاتها تاني كده يا محمد، معلش. أجيب إيه بالظبط؟ اه خلاص، لا خلاص، طب خلاص وصلته، هو ده اللي كان يسأل عليه خلاص. طيب في أي تمام. سؤال تاني يا شباب كده حد حابب يسأله لمحمد خاص بالجزئية دي؟
محمد عامل زي الكوتش بتاعه، يعني عامل زي حسام. يعني حسام بيكتب كل حاجة، محمد رضا كده من الناس اللي هي برضه بتكتب كل حاجة آه، في التداول يعني خد بالك، ده بيعمل تقييم لنفسه حلو جدا جدا. وانا اتمنى ان انت نفسك كل واحد يعمل الكلام ده وما يكسلش يعني. اوكي. اوكي يا محمد، شكرا ليك. ولو في اي في اي اسئله يا شباب، يبقى في التدريبات اللي جايه نبدا نوضحها. وخليني اقول لك على حاجه. فكره انك تدخل وتشرح الحاجه دي بتثبت لك المعلومه بشكل اقوى بكتير جدا جدا من انك انت تكتفي بانك انت فاهم المعلومه وخلاص. اوكي. ففكره انك انت تشارك او تشرح انت، الموضوع بيكون اقوى بكتير. وزي ما قلنا اليومين اللي جايين اصلا هنلاقي في شرح على ليفلز ومبالس، ناس تانية غير كوتش حسام، غير رشا، غير كوتش عمر، غيري. هم اللي بيدخلوا وبيشرحوا. زي ما انت شفت محمد رضا، المرة الجاية هتشوف ناس تانية يعني زي عمر عمار مثلا لما شرحوا أول امبارح. المرة الجاية هتلاقي مثلا جمانة، هتلاقي سوري. هتلاقي ناس تانية كتير هي اللي بتشرح يعني. في محبوب مثلا، معرفش موجود النهارده ولا لا، بيشتغل مع الدكتور كويس جدا برضو. في محمود حطب برضو شغال مع الدكتور، هتلاقيه برضو الناس دي بتشارك. في سيد محرم برضو بيتعلم هتلاقيه بيشاركك برضو في حاجات خاصة بإمبالس. هتلاقي في ناس كتير جدا يعني، في مارك. هتلاقي هتلاقي كل الناس دي كلها بتحضر وهتدخل هي اللي تكون بتشاركك بالمعلومة وبتقولك تعمل ايه يعني. اوكي. هما لو في أي أسئلة احنا مع بعض برضو.